بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزه اقول لكم بقى ان لو حد جالكوا في اي وقت كده ايه وانت مش عامله حسابك، او بمعنى اصح يعني ايه، اتفاجئتي ان في حد جايلك حالا، فاسرع اكله هي دي. أكلة سريعة وخفيفة وظريفة، خصوصا كمان لو في وجود أطفال بيحب المكرونة والفراخ. فأنا طبعا جبت فراخ، وهتشوفوا بقى الطريقة. أنا عايزة أقول لكم الريحة تجنن. أنا بفرح جدا لما حد يقول لي أنا جاي، وببقى مثلا نفسي آكل كذا من إيدك، وبيبقى جاي جعان بقى، اللي هو أنا جايلك جعان، يعني هو حابب أكلك، الحمد لله فضل ونعمة. اللهم ديمها النعمة يا رب علينا وعليكم جميعا. بسم الله، هنبدأ. هنجيب بقى المكونات بتاعتنا النهاردة. غسلنا الفراخ كويس جدا، بهاراتنا الحلوة، ملح وفلفل اسود وكمون وزعتر ورق لورا. الخضار بتاعنا 4 فصوص توم مهروسين، وبصل كتير عشان هي بتحب البصل الكتير، والطماطم عملتها مش في الخلاط، لا زي ما انتم شايفين كده مكعبات. البطاطس بتاعتنا القمر. فريدة قالت لي يا ماما القلب ده هدية ربنا بعتهولك، سبحان الله. طبعا غسلتها كويس جدا الفراخ، واهم حاجه طبعا عود الكزبره بتاعتنا. وهنبدا بقى نسمي الله. نجيب بقى بوله كده كبيره تاخد معانا الخضار ده كله، وتكون واسعه. نحط فيها بقى البصل اللي قطعناها ديت حلقات، والفلفل بتاعنا ما عنديش فلفل الوان، بس كان عندي فلفل اخضر ده سبحان الله يعني، بيبقى طعمه حلو قوي لما بيكون مصفر كده ومحمر. تمام. حطيت بقى الخضار كله مع بعضه، وهنزل بقى بالبهارات بتاعتنا والطماطم. طبعا كل ده بينزل ميه، فمش هنحط ميه كتير يعني، عشان البطاطس بتاعتي كمان كانت تحمير، ما كانتش بتاعت طبيخ، فهتاخد وقت. بهاراتك بقى الحلوه. انا مش بحط غير البهارات ديت، بس صراحه الزعتر بيعلي التست شويه في الفراخ خصوصا، مش في اللحوم. تمام. قطعت بقى البطاطس بتاعتنا حلقات. قلبي بقى كل المكونات الحلوه دي بقى، وشم الروايح، يعني مش عايزه اقول لكم. طبعا دي هريسه شطه اختياري لاي حد حاببها. ودول طبعا فصين التوم اللي قلتلكوا عليهم. نقلب بقى كويس جدا. بس هريسه الشطه بتاعتي كانت يعني لما بين ان هي حراقه ومش حراقه، فانا حطيت شويه صغيرين عشان الكميه عندي كبيره، وعشان كمان تكسر الحاجز او تعلي التست شويه. تمام. باخد بقى المناب الفه لفتين كده، اكني بتبله كده. تمام. يشرب. اقوم بقى جايبه غيره وحاطه دوت تحت، شايفين؟ يشرب شويه صغيرين كده، اقوم رصه بقى على الظهر، عشان تاخد كام غلوه كده على البوتاجاز، مجرد مثلا من 10 دقايق لربع ساعه. وبعد كده هقوم قلباها الناحيه التانية قبل ما ادخلها الفرن. تمام. هعمل بقى الكميه كلها. طبعا الصينيه دي مش هتاخد معايا، فهقوم جايبه صينيه تانية. واهم حاجه طبعا الليمون. الليمون اليومين دول حلو جدا وفي ميه. هاتوا بقى وحاولوا تخزنوا، وانا هعمل معاكم زي ما عملت معاكم الزيتون. ان شاء الله هعمل برضو معاكم ليمون يقعد معاكم فتره طويله كده برضو في التلاجة. تمام. كده انا خلصت كل حاجه، فهقوم بقى بقيه المكونات حطها على الوش. تمام. من اهم حاجه ان انا رصيت البطاطس تحت عشان بتاخد معايا تسويه اكتر. وهعصر بقى الليمونه الجميله ديت. صراحه تحفه تحفه تحفه. شايفين البصل والخضار اللي تحت ده؟ نعمل بقى شويه بتنجان. مش بتنجان، اللي هو حشو كده ومحمر، وعليه شويه بقى، شويه سلطه. ياه، مش عايزه اقول لكم جماعه جربوه، هيبقى ادمان بالنسبه لكم. ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم ديمها نعمة علينا وعليكم يا رب. حطوا اللايك ولا لسه؟ حطوا اللايك بقى. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى شويه زيت، شويه زيت صغيرين مش كتار، لان الخضار بينزل والفراخ فيها دهون. دي بقى البتنجان بتاعنا قليته على نار هاديه جدا عشان يبقى زبده كده وبيلمع زي ما انتم شايفين. الحشوه بتاعتنا عباره عن راس توم، وشويه هريسه شطه، وشويه ليمون، وشويه خل صغيرين، عشان ده اللي بيخلي القلب بتاع البتنجان بتاعنا لونه وردي وجميل. واهم حاجه طبعا الليمون، البتنجان بيحب الليمون. هنا بقى المكرونه كنت حطيتها، وده طبعا كان اختيارهم، هم عايزين مكرونه سباجيتي. وطبعا الصلصه عندي كانت في الفريزر الحمد لله، فكان الاكل بالنسبه لي مش بياخد وقت خالص حرفيا الحمد لله. حشيت البتنجان بتاعنا. هقول لكم بقى هعمل فيه قليت بعد ما قليت البتنجان قليت شويه فلفل كده، وعملت بقى طبق سلطه محترم. طبعا ما كنتش فطرت،
كالعاده يعني. وعادل كان لسه صاحي، فانا قلت ايه اعمل سندوتش كده على السريع مع كوبايه شاي. هتجيب بقى علبه كده او بوله زي ما انت حابه، بس اهم حاجه يكون ليها غطا. تنزلي بقى ببتنجان، وبعد كده تحطي بقى الفلفل بتاعك، وتجيبي بقى ايه طماطمايه وعود كزبره، وتحطي شويه كمون عليهم، او تحطي شويه من الدقه اللي انت كنتي عاملاها حشوه البتنجان. بصوا، وقرن فلفل، وقطعوها إيه، قطعوا مثلا ايه زي ما انتم شايفين كده، كبيره مش صغيره، وحطوا بقى على الوش وغطوها وسيبوها. تمام. انا عايزه اقول لكم دي ممكن تسيبي الاكل ده كله وتاكليها هي لوحدها، تحفه ما شاء الله اللهم بارك، وريحتها جميله قوي. شايفين الصلصه وجمالها محمره ازاي؟ طبعا ايه، انا بحط الصلصه بتاعتي في الفريزر وبطلعها يا دوب بس تفك شويه صغيرين، واقوم نازله بقى ايه بالكمون والفلفل الاسود ورق لورا، وقلبت المكرونه كويس جدا على نار هاديه، وقمت مغطياها. حطيتوا اللايك ولا لسه؟ شايفين جمال الاكل ما شاء الله، تفضلوا معانا بالف هنا وشفا. والله ما شاء الله اللهم بارك، مش شكرانيه في نفسي. انا عايزه اقول لكم الاكل لما بتعمليه بحب والناس انت بتحبيها، والله العظيم بتاكلي صوابعك وراء. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، اللهم ديمها نعم علينا وعليكم جميعا يا رب، اللهم امين. الاكل كان خلص الحمد لله، وفضل زي ما انتم شايفين كده بالحلاوه والجمال، وما خدش وقت حرفيا. اسرع حاجه ممكن تعمليها لو مزنوقه، او عندك مثلا حد جالك سريع سريع، هتعمليها بامر الله. بحبكم في الله، حطوا بقى اللايك وشجعوا القناه بتعليقاتكم الجميله. اي استفسار انا تحت امركم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.